من هذا المكان راح نبدا سلسله الفلوجات وين على اليوتيوب ان شاء الله. فاحنا وين طالعين اليوم؟ انا والشباب خالي نور وحسين خال ولدي طالعين لبغداد. مسكنا شغل راح نبدي نشوفكم بعد هذا المقطع شلون راح نشتغل وراح نبدا بالشغل. طبعا خالي يشتغل بالديكورات وانا حمودات اكيد تعرفوني بس المكان ظلمه. فان شاء الله راح نبدا سلسله الفلوجات على البرنامج اليوتيوب بهاي النمط. يعني ما عندنا، احنا مو مخترقين، احنا ناس عاديين على فطرتنا ننشر. فان شاء الله راح تشوفونا في فيديوهات احلى. فيكون هذا اول فيديو لنا على اليوتيوب. انتظرونا انا وخال وحسين ان شاء الله راح نبدا بالشغل بس نوصل بغداد. راح اشوفكم الطريق طبعا وشلون راح نوصل. هسه الساعه بيش؟ الساعة 52 دقيقة، يعني 3 إلا 10 إن شاء الله. راح أشوفكم شو وقت راح نوصل بغداد، والطريق راح نصور لكم إياه وراح ندخل المطعم وشلون راح نصور لكم إياه. أحبكم ونقول لكم كلمتنا الشهيرة: فاصل ونواصل. هذا طريق اللي تفوت منه من الموصل، أو يعني تطلع منه من الموصل لبغداد، أو تفوت منه من بغداد الموصل. طبعا شوفوا لي المنظر قد حلو، شارع قد عدل. يعني اشكر واقدر اللي دائما جاي يعمر بمدينه الموصل وجاي يوقف على حيلها. ان شاء الله نقول لكم بميزان حسناتكم، ربي يحفظكم وان شاء الله يعني من ما تندارون مفتوحه بوجهكم. وطبعا هذا احد الفيديوهات، راح تشوفون بعد فيديوهات اكثر ونقول لكم فاصل ونواصل. طبعا دائما من تطلعون بسفره او تطلعون بطريق طويل دائما تعلموا ان تقرون آية الكرسي. يعني دائما تدعون اقرأوا آية الكرسي. طبعا تحياتنا مصطفى البصراوي علمتني على آية الكرسي، قالت لي دائما بالطريق اقراها من تطلع. انا دائما يعني ادعي اذكر الله سبحانه وتعالى من اطلع، قالت لي دائما من تطلع بالطريق اقرا آية الكرسي. فهسه نحب انا وياكم ان شاء الله نقراها سويا. فبسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا خلصنا الآية وإن شاء الله وصلنا البوابة مال خروج الموصل تودعكم ان شاء الله. بس نعبر السيطرة نصور لكم لين ما نقدر، تعرف هنا ممنوع التصوير. ربي يحفظكم. عبرنا السيطرة مال الموصل تودعكم وهنا متوجهين ما شاء الله. والخال نور ظلمة ظلمة الدنيا وقاعدين عم نتفرج على مسلسل مال جسورة الجميلة. طبعا هاي مسلسلة حلوة كلش. يعني طلعت هاي ب 2016 وانا هسه يلا وصلتني مو زين. قاعدين نتفرجها. با عليها تعرفوها اكيد تعرفوه. جاي نتفرجها وان شاء الله نرجع لكم ونقول لكم فاصل ونواصل. حسين كان نايم ونزلنا اشترينا نساتل وجينا قعدناها وما صورنا لكم لما نزلنا اشترينا. يلا ما يخالف، نسيت. تعرفون اول مره لازم شويه اتعود على هذا الامر. يعني لازم الموبايل يكون 24 ساعة فيديو، لازم اصور لكم كل الشغلات اللي تصير. فان شاء الله ما انسى لكم شيء. اشترينا تايجرات، اشترينا نساتل شوي نسلي نفسنا على ما نوصل المطعم. طبعا هسه راح اشوفكم الطريق. شوفوا طلعوا لي الطريق جد حلو ما شاء الله. اللايت مال خالي فشي يعني يضوي 7 جار. ومثل ما قلنا لكم وعلمناكم على هاي الشغلة اللي احنا دائما نقولها ان شاء الله فاصل ونواصل. هسه طبينا للبنزينخانة. البنزينخانة طبعا هي محطة وقود. نفول بنزين، احنا نسميها بنزينخانة عندنا باللهجة العراقية. نفول بنزين ان شاء الله ونطلع. هسه راح نشوفكم نفول بنزين. قد البنزين خالو؟ شخطين. يلا انزل فول وادفع فلوس يلا على السريع. انت بس اكل انت بس اكل ماشي بعد؟ بال عليك بس بقعد قد اكل. هاي ما عدا الذبح من الشباك. ها خالو؟ لا ده شيء ابو البنزين. يلا خلينا ننزل.
ما بدك شيء. نزل الجام نزل الجام. مطفية السيارة. طبعا بس شوفوا قد اكل. هاي ما عدا العلاليق شمرتهم مو؟ لا انا ما شمرت. بس باعوا ما شاء الله ضعيف ها؟ انا ما شمرت شيء، هذول اكلاتي. هذول اكلاتك؟ طبعا هو سوري. خال فول زين. ترى سعر البنزين اللي عندنا 450 رخيص. توسخت السيارة خاله. أنا من البنزين خانة فولنا بنزين يعني زين. قد فولت خالد؟ فولت يعني تقريبا فوق النص على مود اعبي محسن من قدام. يعني فول هسه عادي وان شاء الله راح يعبي محسن، لان احنا عندنا عادي وعندنا محسن. فيعني اذا تعرفون بها الشغله ما ادري عاد عندكم شيء بغير دول ما ادري. احنا بالعراق عندنا شيء عادي ومحسن. فاصل ونواصل. وصلنا مطعم القلعه السياحي اللي صاير وين خالو؟ صاير يعني فوق بيجي. هسه راح ننزل المطعم. طبعا هذا المطعم يعني كلهم اولاد عمنا نعيم مثلنا. هسه راح ننزل ان شاء الله نغسل ونصلي الفجر ونشوفكم داخل المطعم جد حلو مرتب. يلا نزال كافي نوم. بس تنام وتاكل خالو بس ينام. اختصاص اكل ونوم. بس اكل ونوم. اختصاص اكل ونوم. يلا فاصل ونواصل. راح نطب للمطعم. السلام عليكم. شلونك قلبي؟ شو اخبارك؟ امورك صحتك عافيتك؟ شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ طبعا شوف المطعم كلش حلو مرتب. شلون الشباب؟ اخباركم؟ شلونكم؟ باعوا احلى شيء هاي الرسمه مال حدباء. خلينا نفوت نغسل ونجيكم. يلا شفتوني لين كان الدنيا ظلمه بالسياره وما شفتوني زين. شوفوا لابس اسود انا والخال، وهذا لابس ازرق. هذا ما عليكم به، هذا ما موجود معانا. بس ياكل وينام. خلينا نفوت شوي نشرب لنا شاي. طبعا احنا ما جوعان. زين جوعان. انت حتى لو تاكل هسه تقول ما تاكل عادي يعني عندك. راح تقول جوعان. اذا جوعان خليه ياكل. خلينا نقعد ونصور. عن هذا المطعم مطعم القلعة اللي موجود بالحجاج، منطقة الحجاج فوق بيتي. طبعا باعت قد حلو كلش حلو. سيدنا الغالي الله يحفظك حبيبي، ربي يحفظك ان شاء الله. طبعا اولاد عمنا حبيبي الله يحفظك يا ربي. فالشغلات اللي مسويها بالمطعم كلش حلوه. يعني شغلات تراث رسمات موسى الكاظم عليه السلام. يعني شغلات هواية مسوين. هذا المطعم بعد كبير يعني اللي هناك كل آية. وهنا هلا حبيبي. وهذا بابل. وهاي حلو باب. وهاي الحرية. وهاي الملوية. وهاي شغلات يعني حلوة. وهنا عندنا هذا حمورابي. وهذا الجسر العباسي. حلو. الشيء يعني مرتبين ما شاء الله. وهاي مباراة يتفرجون. مباراة منو؟ ما ادري. المهم وين خالو نور؟ ايش يسوي؟ شو برا؟ تعال نقعد نشرب شاي هاي ونطلع. نعست؟ لا مبين عليك نعست. يا سايقنا يلا. طبعا خالي حلو ها، بس ما اعرف ليش زين. هاي عبالك نايب ضابط. ما اعرف ليش زين هيك. ابن عمك انا عيمي خالي يصير. وهذا من العيمي. كلنا نعيم. ايه ويا لا مو علي، هذا مو علي. هذا هم يشابهون ما شاء الله. هم نفس ايه الله يحفظك. هاي احلى شاي. الشاي العراقي الاصيل. خلينا نشوفكم شو راح نشرب. اشرب سجاير اشرب. انت ما تحترمني. اكو واحد يشرب سجاير قدام ابن اخته. وين صايره؟ احترام ما ظلت. حسين شلون الشاي؟ خبل. جوعان؟ لا. انت جوعان تجيب لك اكل؟ ما جوعان. ها؟ ما جوعان. ما شبعان خالو. وش قال؟ ما جوعان.
جوعان اكل. حتى لو حط لك قوت جلسه ما تفتح. ما شاء الله ما شاء الله. وين ضعيف خاله ها؟ يلا حبايبي خلينا نكمل الجاي ها؟ عنقول له والله عمو سيد عنقول له بس يقول لا ما جوعان. عمو سيد يحكي معاك. زينك لا ورا هو نازل في الاكل. نازل بالنساتل صفال علاقتين ما خلانا كل شيء غيرك انه نستل انا خالد وبالنص يعني هو النص نستل وانا نص. اقول يستحي حباب فقير محترم. احمد دابا ليش احمد دابا؟ 3 اكس هذا؟ لا ذا اكس يعني هسه انا اذا البس يصير علي تنوره. يلا شباب ان شاء الله بس نطلع من المطعم لكم فاصل ونعود. السيد ما قصر نزل لنا قهوه ربي يحفظه ان شاء الله. خاله شلون قهوه؟ تقبل يعني طيبه يعني ما بيها شيء حيل تقبل. بالالف عافيه خاله. ممنون سيد ممنون ما قصرت حبيبي. قهوه كلش طيبه باوع. يب الله العظيم اكو جبل راح اصعد جبل وانزل جبل وسجر والله خاله بس باع بس باع هنا سجر هاي اكو شغلات حلوه راح تصير بحياتي. راح اصعد جبل راح اصعد يعني للقمه ان شاء الله. هذا اول فلوق لي راح اصعد للقمه به. طيبه كافي عاد طولنا هنا قصة لنا ساعة قاعدين. ان شاء الله راح نطلع هسه نتوكل ونقول لكم فاصل ونواصل. ضمني على صدرك حيل نسيني همي بالدنيا حب اثنين بس انت وامي. ضمني على صدرك حيل نسيني همي بالدنيا حب اثنين اسمع هالقصة. نتوكل ذي جلهم شي كلهم حسوا بالوحشة. نتوكل ذي جلهم. بدنا محطة وقود مرة ثانية على مود نعبي بنزين. خليني اشد الباب. يلا حبايبي فاصل ونواصل. طبعا الحمد لله على السلامة وصلنا بغداد الساعة 6:30. 6:30 وصلنا بغداد. راح نشوفكم بوابة مال بغداد ان شاء الله. هسه طالعين متوجهين قبل وعدل للشغل. راح نتريق ناكل لنا لقمة وان شاء الله نبلش بالشغل. وبعدين عاد اذا صار لنا طلعة يعني نطلع نشوفكم شوية اجواء بغداد بهذا الفلوج ان شاء الله. بس اول شيء نبلش احنا بالشغل ان شاء الله. وهي بعد الفيديوهات هي تجيب الشيشي. راح اشوفكم هذا المكان لان المكان كلش حلو. طبعا المكان كله خضار وحلو يعني كلش. بغداد الحبيبة. انا فوت من بوابه مال كاظميه. بغداد الحبيبة العاصمة. عمي والله حلوة بغداد ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما قلنا لكم حبايبي ان شاء الله نوصل للمكان ونرجع لكم ونقول لكم كلمتنا الشهيرة فاصل ونواصل. البوابة قد حلوة. بوابة على التراث القديم التراث البغدادي. طبعا هذا التراث البغدادي القديم باعوا لنا عليه ما شاء الله. بغداد ترحب بكم. هذا التراث القديم التراث البغدادي القديم عليه قد حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. احنا ان شاء الله نوصل المكان ونرجع لكم واصل ونواصل حبايبي. احنا قد طولنا بالطريق يمكن 4 ساعات 3 ساعات ونص هيك. ما تاخرنا. طريق 400 كيلو مو غالب؟ 450. ايه 400 جد؟ 450 كيلو من موصل لبغداد عاصمة العراق. بس من فتنا بغداد لي حد الان نريد نروح للشغل صار لنا ساعة ونص من الازدحامات. ومكان كلش قريبة يعني كله ما بيطلع 17 كيلو
17 كيلو من فتنا بغداد لحد الان. يعني بعدنا ما واصلين من مكان الشغل. يلا زين الحمد لله والشكر. ناب بغداد ما شاء الله الزحامات هواية، سيارات هواية، شوارع كلها جاي يسووها. اللهم ربي يحفظها ويعم السلام عليها ان شاء الله يا ربي. واستهنا ان شاء الله واصلين مكان الشغل نتريق. ولا تباعون الوجه لان انا ما ادري شو احس وجهي مو حلو. احسه معوج من وراء الكاميرا الاماميه مال الموبايل. طبعا عندي موبايل ايفون 13 برو. فما احس الكاميرا مو مثل يعني الاماميه مالتها مو مثل الخلفيه. مو حلوه، مو صحيح خالو؟ وتحس وجهك اعوج، وجهك اسود. طبعا احنا عيون زرق، شعر اصفر، شقر ما شاء الله بيض. يعني لا ياخذكم هاي النظرات بالحقيقه احلى. شايفين مهند ونور؟ احنا مثل هذا مهند. هو مهند ماخذ جمال من عندنا بس احنا ما نحكي. شو تقول حسين؟ اي صحيح. شنو لك عتقشمر؟ لا عتتقشمر؟ لا عبالي عتتقشمر. حكى من يقول واصل وانا واصل. وصلنا مكان العمل والخال جاي يعني يقيس القياسات على مود نروح نجيب المواد. بس اعتقد ما احنا نجيب المواد، هم يجون مو دليفري. المواد يجي دليفري يا شباب. طبعا هذا شنو عندنا اليوم؟ عندنا هذا، عندهم هذا يريدون يغلفوه جبسن بورد، وهذا جبسن بورد، وهذا جبسن بورد. يعني 3 حياطي عندهم تغليف جبسن بورد. ان شاء الله اذا الله سهل نكمل الجبسن بورد ان شاء الله. فانا ايش راح اسوي هسه؟ راح اخلي التليفون على الشحن لان شحن التليفون راح يصفر من وراء الانترنت والدنيا كلها مكنكه علي. احنا ما نمنن احد حبايبي. واصل وانا واصل ونرجع لكم ان شاء الله على خير. طبعا هسه بعد ما بدلنا بس راح نبدل اليوم الشغل وراح ننتظر المواد تجي. راح نبدل شوي ناخذ نظافه ما نايم بس المصور قاعد اصور. فهاي المكان راح نسوي هذا الحارس. مع العواج اللي كانت صاير. تعال مع العواج اللي صاير يعني بالكاشي تشوفون. هذا كله لازم كله يتعدل على الجبسن بورد. طبعا المعلم موجود معنا. انا ما اعرف الجبسن بورد صراحه بس انا اشتغل وياه يعني. انا عندي خبره شويه. انا شغلي كهرباء سباله هاي سوالف يعني. ان شاء الله ان شاء الله. يلا فاصل ولا واصل؟ طبعا بدلت الملابس الشغل وانا وحسين وخال نور يم الرجال على حسابات ومع حسابات الغرفه حتى يجيبون الغراض. تدرون بين النعس علي. قفلت يعني عيوني بعد ما تقبل تنفتح. ما نايمين جريها جره من الموصل اللي هنا أنا. ان شاء الله خير. فهسه ننتظر المواد تجي. بعدنا ما متريقنا لان هسه رايحين نتريق. فقلنا خلينا نبدل هدوم الشغل ونروح نتريق. الساعة 8:30 صارت الصبح. ان شاء الله هسه نتريق شوي نرتاح بلكي على بلكي يكون ابو المواد يتاخر شوي. تعرفون لان الزحامات ببغداد اكيد يراد له ساعة او ساعتين. فناخذ لنا شوية غفة نرتاح بيها ان شاء الله. فنقول لكم فاصل ونواصل. الريوق عبارة عن كبة وعدس وبيض ويا لحم وهاي السوالف مخلمة يعني، والطرش العراقي، وهذا السلطة والبصل والليمون. واول واحد قاعد على الصفرة ما يستحمل، ما راح يموت اذا ما يتريق. والخال راح يبدل. بعد ما فتحنا النايلون من الكبة خلينا نضبها. بسم الله وعلى اللقمة. تفضلوا ويانا حبايبي.
الكبة البغدادية طيبة كلش. الله. طعم يفضل. شوفوا خالد. خالد. هلا حبيبي. شنو هاي مخلمة مو؟ بالعافية. أول واحد قاعد على الكل خلصها الكبة. والله. ها؟ طبعا شنو هسه ناكل نشبع شوي ناخذ لنا غفة. يتأخر هذا بالمواد يتأخر؟ خلي يسويها ساعتين. ها؟ ساعتين 3 للمغرب يعني عادي حتى إذا ما يخالف. ها؟ ما سؤالي بعد السؤال. يلا ما يخالف. يلا فاصل وانا واصل حبايبي. ربي يحفظكم. الريوق الصباحي العراقي ما يكمل اذا مو وياه شنو؟ وياه شاي. اوف يا فيش يا ريحة هلي. قال ما شاء الله حسين بالعافية بالعافية بالعافية. قول الله يعافيك. منو كاتلك بيدك؟ منو كاتلك بابا؟ منو كاتلك؟ بق. طبعا البق ما يجي بس على الواحد دمه مر، يعني دمه مر يجي عليه، دمه حلو ما يعني ما يجي عليه. شنو خالو؟ شنو خالو؟ اكيد راح يبين بالفيديو. هنا خالو بلش ياخذ قياسات مثل ما تشوفون. الله يساعدهم. راح ياخذ قياسات. هاي طبت الكهرباء عادي ما مشكلة جت على السريع. ياخذ قياسات على مود يعدل الحاير وياخذ الوزن مالته حتى نجهز مثل ما يقول الوزن على ما يجي المواد. هذا اللي انا اللون معه شلون يغسله مثل ما تشوفون. يغسله باللون مالته حتى ياخذ قياس. الجاي اخذ القياس مثل ما تشوفون حبايبي. اخذ القياس مال الحاير فهنا يطلع له العداله كله حتى شنو. فهنا مسافه عريضه هنا مسافه رفيعه حسب الوزن اللي اخذه هو. هاي هم راح تختفي. هذا كله يروح يختفي كله بالجبسن بورد. عشيده خال. هنا هذا الليزر. الليزر مع حسين. شوف الليزر شوف الليزر على الخط. بعد شوية خال شوية هيك لي جوا. شوي لي جوا؟ لا رجع مو هواية بعد. ايه عشت ايدك. عشت ايدك بعد شلون نطي الليزر كامل. زين طفى الكهرباء حتى يبين. نطي كامل تعال شوفه مضبوط. يلا حبايبي فاصل وانا واصل. هسه اخذنا شويه غفه وبلش جابوا المواد. طبعا هاي مثل ما تشوفون التنارات الزوايا الاوميجا وهاي جبسن بورد وهذول قطع التنارات الكورة. الولد هنا جاي ينزلون هسه اشوفك اياهم. فكنت عاد انزل وياهم فالتهيت اني ما صورت فتذكرت زين على طول لان بعدني قاعد من النوم. والله بعدني قاعد من النوم تعبان. هسه راح اشوفكم وياهم. طبعا الولد الله يساعدهم. هاي ما ظل بس قطعتين 3. كم قطعة ظلت؟ 18. بعد اكو؟ هذا مضبوط؟ مضبوط؟ كمل؟ هاي 18 قطعة. وهاي البورك وهذا الزاوية الأوميجا وهذا الشانل مو؟ هذا شانل؟ وهذا يعرف هذا وين مشتغل مع خاله يعني ما مشتغل بالديكورات ما اعرف بيهم يعني. ان شاء الله هسه راح نبلش شغل
واصور لكم كل شيء بالتفصيل ان شاء الله حبايبي. فاصل وانا واصل. طفي يا احمد. طبعا هسه راح يبلش الشغل مع الشغل الصغير. راح يبلش الشغل هسه حاليا. هذا اول شيء الزوايا على الحديد حتى ياخذ القياس. هو اخذ 30 البدايه بس تجي الزوايا على مود الارضيه راح تخلي بالقاع. من الزوايا راح يضربهم بالقاع. تعال اشتغل بالقوه تعال. شوي على كسر شوفوا على الحديد شوفوا من فوق شوفوا. ورق الطرف. دريل خالد دريل. كيف؟ دريل حمام. دريل. يلا. هاي بعدها جديدة. هاي بعدها جديدة عادي. زاوية. طبعا ان شاء الله بطل الشغل ما اشتغل بعد. انا بس اصور هم راح يشتغلون لان انا انسان نعست ما ادري ليش ما نايم. انسان ما نايم ما نايم لي نص ساعه يصير. طبعا الخال مثل ما تشوفون قلنا لكم راح يدق الزوايا راح يدق الدائره ما دايره حتى شنو يخلي خالو هسه ورا ما تدق الزوايا بالطول راح تخلي الشنل لو تخلي الاوميجا. شنل بالعرض. اوميجا وين تجرف على الحائط؟ اللي قاعد فوق. اوميجا بالطول. ايه. بالعرض. اها حلو عايز ايدك. طبعا راح اشوفكم احنا الخارطه شباب. طبعا انا مو كل التفاصيل راح اصور لكم اياها لان تعرفون من عدد ساعه خالي وعاونه يعني حسين ما يقدر بوحده
مثلا يصور مرات هم يناوشنا شغلات يناوشنا اغراض، فانا راح اصور لكم المختصر، يعني كل ما نسوي شغله راح اصور لكم اياها واقول لكم هاي ايش سويناها. فهمتوا علي شلون حبايبي؟ ربي يحفظكم وان شاء الله نرجع لكم فاصل ونواصل حبايبي. عندكم هنا على الشنط نثبت عليهم الشنط. والله هاي يعني خرجون هذا اللي جوا مو؟ ليفو اللي جوا ايش؟ والله ما مشتغل شغلهم بس راح اتعلم شوي شوي. انا لين شغلي تبالي كهرب مجاري شغل ثاني ولا اعرف الشغله. هذا سهل لكن هذا واحد يضغط عليه شيء. خلينا نبدا الشغل بسم الله. هذا يخوف ترى. ايه طالع الزرق شيل الرجل طالع انت بالنص بس على خط الاحمر. عارف هو انا اطلع احمد بس انت مو كمله بس انت خلي البرغي بعدين هذا. هذا المصور راح نبطله، ما تخش مصور. لا تخش مصور ولا تخش. إذا ما تسوي زين إذا ما تسوي زين ترى نبطلك. ايه ذكي انا عارف التيك توك لو انت كان تحديدا الحمد لله ما كان في شيء. يلا سأدلكم فاصل ونواصل. يا شباب يصير شيء يخالي حتى لا ليش طفيته؟ اي هذا يصير شيء حتى لا خلانا ننام لا خلانا نرتاح بس الشغل خلاص ما تدقق 7000 وحده اللي حقنا بعد عندي بالنص هنا ما في شغل شوي. كل هذا ما خلانا ننام وفشخ براسي فشخ انفتح راسي يا صور زين؟ ايه هذا شاور العيني نعم. هذا سيء. طبت يلا طبعا شباب نشوفكم ان شاء الله اللي بعدها. طبعا احنا نجلس الشاقه لا يعني ما تكون خاله بنقطه يعني كان الشاقه وهذا يعني اللي اصوره كان خاله وخال ولدي يعني الله يعين ما ادري شيء. فاحنا نخلي الشاقه نضحك. هذا اساس
الحركه الثانيه مو؟ هاي الحركه الثانيه باعتبار الزاويه الاولى تمام. وهذا الثاني هسه بعد شنل بعدين اوميجا وبعدين اللواء. شغل يعني اربع شغلات ولا كل شيء الواحد يعني هذا الواحد يعني يسموه اللي هو الجمبور الواحد لوح يعني يسموه لوح كبير فاصل ولا واصل. طبعا هنا مثل ما تشوفون الخال جاي يدق الشنل بس هذا كل الشنل راح يدقه خال. هذا من الطول للطول مو؟ بعدين تخلي له الاوميجا عاش كذا. طبعا هو الجبسن بورد قد ما يكون اكو حديد قد ما يقوى يعني عرفت شلون؟ الجبس قد ما يكون اكو حديد وتقويه بالحديد قد ما هو يقوى الشغل مالته يعني هذا يقوى الشغل مالته. فان شاء الله يعني احنا دائما نصور لكم شيء ورا شيء يعني كل شغله راح اصور لكم شيء كل شغله راح اصور لكم شيء ان شاء الله حبايبي. طبعا اعذروني على يعني اسلوب الفيديو ما مرتب لان انا اول فيديو يوتيوب بصوتي سويته يعني اول فيديو بلوج يوتيوب صوتي بدون مونتاج بدون مثلا اضافه صوت مثلا او ارتب فاللي يطلع شلون يقول من قلبي على لساني هيك عرفت شلون؟ من قلبي على لساني فبيطلع دائما اقوله يعني مو مرتب مثلا الحشي او مثلا فلا هيك يعني على الفطره ربي يحفظكم ان شاء الله مثل ما وعدناكم وقلنا لكم فاصل ونواصل. راح تسوي هسه؟ كم وحده راح تدق هسه؟ وشنو قلت لي راح تخلي قياس الجبسن بورد؟ بس اطلع قياس عدديه مال الحاجه يعني قصدي اول اثنين راح تدقهم وتدق جبسن بورد تدق وحده على مود تاخذ قياس الحائط كله. فهمت عليك؟ سوي له مجال. طبعا شباب هسه راح يدق هذول اول اثنين فتعرفون انا يعني اصور لكم قلت لكم كل شويه مو مرات التهي بالشغل فوست دق هذول عاد تشوفوهم دق هذول كامل راح يجي يدق هذول عليهم حتى شنو يقوون يجي يثبت الجبسن بورد يثبته عليه. مثل ما راح تشوفون قدام عينكم حبايبي. شفت شلون؟ هذا راح اثبته على البرغي هسه راح تثبته بالصفايح مو خالو؟ يعني قصد البرغي راح تثبته هنا على هذا. طيب المجرف على السريع. عاشوا وليادي. طبعا حبايبي هسه انتم عرفتوا شلون فاني شلون مثل ما يقول راح اشد الفيديو اصور لكم اللي بعده واصل ونواصل حبايبي. طبعا هسه اثبت هذا اوميجا سموه على اوميجا على قياسات فهو لازم ياخذ قياس اعداد الحائط اعداد كلها لازم ياخذ قياس اول شغله عادل مثل ما كان الحياه مو؟ واصل ولا واصل؟ طبعا خلى قطعة
على مود يكمل الوزن مالته. بس راح يثبتها ان شاء الله، يبدا هنا يركب الاوميجات، يركب هذول الاوميجات مثل ما تشوفون حبايبي. طبعا هو اكثر شيء يشتغل، لان هو هذا الشغل انا ما اعرف الشغل اللي هو يشتغل فيه. هسه من وقت اشتغل انا كهرباء ويظل وياي، يعني يظل يناوب لهذا السبب انا ما اعرفه بشغله، فهو يشتغل اكثر واحد. انت معلم واحنا منك نتعلم. شو ضايج عيني؟ اذا ضايج قل لي حتى اروح على البيت. طبعا هو خالي صغير اكثر واحد، يعني باعتبار مثل صديق ما خال. الله يحفظكم انتم وعماركم. دقه بوكس، شوف ايش كسر له. لا دقه بوكس. يلا حبايبي فاصل ونواصل. راح اشوفكم الشد مال الحائط من طول لطول. طبعا والله العظيم يعني ما متعود اصور هوايه، فنسيت قعدت اشرب ونسيت الكلام. قوم ما صورنا. قال 3 مرات قلت لك حسين اعرف من انت قلت لي غير تقوم انت تجيب التليفون وتصور. صح ولا لا؟ صح. انا احكي وياك. ايه صح. طبعا اليوم لما كنا ودبتي وطيبه وباميه وباصولي ياك. وهاي المقبلات، شوف المقبلات. هاي كمل حطينا اليابكه كله خبطناه تمام، بس الدبته ما خبطناه ولا. فاحنا شنو هسه راح هاي اللقمه صورها. لا صور. هاي اللقمه وهاي البتاع. ونقول وباكل. طبعا صار الحال كله مطفل، راح نكمله ونشتغل هذا الحال كله نشتغله. هذا من العواد هذا صار ياخذ قياسات حتى نطبق هاي الفرن. هذا الحال الكبار كلها بس الكوره يعني نقشات كوره نسوي لها هذا. هسه يخلص راح ياخذ لي قياسات، راح اقصها واركب. هسه بلشنا بهذا الحائط. هذا الحائط كله كمل مثل ما تشوفون. هسه بلشنا هنا بهذا الحائط، دقينا الزاويه الوقاع كامل. هسه خال واحد يدق الزاويه اللي موجوده هنا حتى شنو نركب البورد، جبسن بورد. شوفوا لي هذا المنظر قد حلو. الحائط كله تعدل. طبعا الحائط كان يلعب النفس كله عوج، ما ادري شلونه، فكله تعدل ان شاء الله. وهسه راح نشتغل على هذا الحائط، لان هذا الحائط هو عوج اكيد تشوفوه، ما ادري يعني يبين عندكم ولا لا. هو كله شيء مموج. وعندنا هذا بس نقبقه على مود المنظر. هم هنا راح يسوون معرض مال غرف نوم، يعني يعرضوها يصوروها على مود العالم تشوفها تشتري من عندهم. عرفتوا شلون؟ ربي يحفظكم. وهسه راح نكمل هاي الزاويه مثل ما تشوفون خالي. فاصل ونواصل. خلاص اول حايط. وهسه ابو شهاب الملك اليوم اول يوم يشتغل بالديكورات، وطلع كفو وقد الشغل. هسه بلش يدق الرجلين. هسه هنا عنده هنا تقريبا بحدود ال 32 رجل. هسه بخلال 10 دقائق ربع ساعة يخلصهم ابو شهاب. شوفوا وباكر نشوفكم شلون التكملة مالته. طبعا هنا كملنا هاي الزين اللي غادي الخارجون. طبعا هو صورنا فصور. الله انا هنا خلصت مهمتي وراح يبلش مهمته.
هاي ولا خال. اي صحيح. شنو اسوي اروح اصلي العصر. اي على ما انت تشتغل هنا من يمك حسين. تمام. هذا الشغل مثل ما تشوفون كملنا هذا. طبعا عندنا هذا اسهل شيء. هذا سهل. اي هذا كملناه. هذا الصعب راح يكمل. ان شاء الله. بس ان شاء الله يضل عندنا هذا القوة. عم بشوف عيوني شلون وارمات من نعوسه، يعني نعسان نعس مو طبيعي وباع العرق. ليش يا خال نور؟ ليش شي بس باع صار بي. طبعا شباب اروح اصلي يعني، ومثل ما قلنا لكم ظلت بس ان شاء الله ظل هذا البورق وفاصل ونواصل ان شاء الله. يمكن اذا الله شاء نكمل هذا الحائط ويعني خلص نعزل لي باكر نكمل، لان طاقه ما ظلت يعني طاقه والله شاهد ما ظل. هاي من البارحه الصبح قاعد ولي حتى الان قاعدين، يعني قاعدين قاعده واحده من البارحه العصر. من البارحه العصر شنو؟ من البارحه الصبح. مشلت هوايه. يلا فاصل ونواصل حبايبي. خال ما ظل شيء تقفيل ان شاء الله. طبعا شباب يمكن ما راح اصور لكم بعد لي باكر ان شاء الله، لان هذا ظل بس هذا نسده وعلى مود، لان هذا المكان اللي احنا نشتغل به لازم يعني يسدون المحل بالخمسه. فهمتوا علي شلون؟ احنا الساعه هسه 5 الا ربع، هسه شغله ربع ساعه نكمل هذا وخلص ما يظل عندنا شيء. باشر نجي ان شاء الله نشتغل هذا. هاي شغلته سهله ونشتغل هذا البورق ان شاء الله. فنقول لكم فاصل ونواصل، باعتبار هو ما يبين عليكم انه صار دنيا الليل او نهار، هسه الدنيا عصر ان شاء الله. باكر نرجع لكم. طبعا صباح الخير، شلونكم؟ اخباركم؟ البارحه رجعنا من الشغل من التعب، يعني حطينا راسنا ونمنا، ما صورت كل شيء ولا حكيت وياكم، اعذروني. ان شاء الله اليوم الساعه 7 طالعين للشغل، راح نكمل شغلنا ان شاء الله باذن الله. نتريق اول شيء بالاول وبعدين نبلش الشغل، والحمد لله والشكر. جاني خبر كلش مفرح، خبروني اهلي الصبح اختي الله رزقها بطفل، الحمد لله والشكر. والحمد لله، اللهم ربي يتربى بعزها ان شاء الله، ان شاء الله من ما تندار مفتوحه بوجههم. طبعا هذا بعد 7 سنوات يلا رزقت بطفل، الحمد لله والشكر، واخيرا صرت خال. فرحه ما تنوصف، طيب حلوه يعني، الحمد لله. نحمد الله ونشكره على كل حال، شو يجي من الله نعم الله. ان شاء الله هسه راح نتوكل ونقول لكم فاصل ونواصل. هلا حبايبي شلونكم؟ طبعا طلعنا الساعة 7 وهسه الساعة 9 و8 دقائق 9 دقائق. لحد الان احنا بالازدحام مال بغداد. تدرون انتم يعني بغداد بعد هي العاصمة وكثرت بها السيارات، لهذا السبب بتصير بها ازدحامات. على مود احنا ناخذ كم قطعة خالو مال بورق؟ 20 قطعة مال بورق بدنا ناخذ من المحل نرجع للشغل. وهاي من الساعة 7 لحد الان احنا بالازدحامات، الحمد لله والشكر. يعني هسه شوية قامين بصير الازدحام، يعني كل ازدحام نطول به فوق الربع ساعة، الحمد لله والشكر. واصل ونواصل. حسين كان نايم بعد. حسين بس ينام ما دمرتني انت. ياكل وينام. ها؟ ياكل وينام. دمرتني. نايم قبلنا الباحة بالليل وقعد بعدنا وفوقها وبالسيارة ونايم. ما شبعت نوم؟ احكي. ما يشبع. ما يشبع يابا. هاي ساحة النهضة، مدينة الصدر، مركز المدينة، بعقوبة، موصل. والفديدش موصل يا امي، والفديدش انا يوم. والله مشتاق للموصل. صار لي 24 ساعة ببغداد. حتى ما 4 لا صعبة. والله اموت على الموصل انا. يلا حبايبي فاصل ونواصل. طبعا اجينا من الشغل ونظفنا المكان مثل ما تشوفون. ظلت ياخذ قطعه خالو بس ياخذ قياسات مال بورق، فتاخرنا لي ما اشتغلنا ليش كنا عم ننظف هاي. فظلت هاي ياخذ قطعه يكملها ونشتغل. هذا شغلته سهله ابو خال، هذا الحاية شغلته سهله.
طبعا ما عليكم بالموضوع. الكاميرا مال الاماميه مال ايفون طلعك يعني عبالك ما ادري من جاي من زمن الجاهليه. مثل ما تشوفون حسين جاي يسوي جاي يشخط البورة. عافية عافية حسين. حسين اذا وحدة انكسرت خلاص، اذا وحدة انكسرت ايش تسوي؟ ها؟ هاي علمك يقول لك شيل بالتين. يلا ايه يلا عافية ايه شغل. ايه عافية 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 عافية. هاي جاي نسوي شاي. ايش قد تريد؟ 43. هاي يصير؟ هاي يصير؟ 43 هاي يصير؟ يلا حبايبي خلي اقص فاصل وانا واصل. طبعا بلشنا نسوي هذا على مود نخلي الجبسن بورد. ما صورنا كلنا انتهينا بالشغل وعم نشتغل على السريع هذا الشغل هذا راح يتعبنا بس. بلاش كاسة واحد حسوني. نعم. شو؟ أما هذول المكسورين هم. في منهم المكسورين كلهم. في منهم مكسورين. هم مفروضين. ثبتهم مو ضروري. ثبت عملت قبل بعد. يعني اول شيء كذا سوداء. عندكم بال لا نسوي نظارة، أي نثبت الزوايا، الزوايا نرجع نضربها بالقاع، نرجع نضربها بالقاع، برغي في إشارة ونثبت. طبعا هذا الزوج صار عبارة عن شغل، ما صار عبارة عن مثلا أماكن أو مثلا يخالف، بس هذا أول فلوق إن شاء الله بعدها يصير أحسن، تصوير أحسن، مثلا اماكن احسن، استخدامات للتصوير تكون شوي احسن، بس واحد شوي يعني ما يتعلم وان شاء الله خير. فنقول لكم فاصل ونواصل. وهنا بدا التركيب مال الجبس على الحديد. هذا الحديد كله ثبتناه مثل ما تشوفون قدامكم. طبعا احنا بس راح نثبت هذا، فاكو كادر يجي يصبغ ويجي يطلس ويصبغ العظم. احنا يعني اللي هنا مثلا نخلص شغلنا نحط البورق نسوي نقشات في الحائط وخلاص، يعني لهنا ينتهي شغلنا مثلا. وان شاء الله عندنا غير مكان شغل، والله يسهل للجميع ان شاء الله يا ربي ويرزقكم ان شاء الله ويرزق امة محمد. نفاصل ونواصل. طبعا كمل هاي القطعة كلها الحمد لله، ظلت هاي اخير وحدة ان شاء الله يستكمل لها ونسوي البورق راح نشوفكم الفنيات مال ابو حسين. بالبورق راح نشوفكم فنيات مال ابو حسين. واصل ونواصل. طبعا هنا مثل ما تشوفون جاي يخطط على مود يقعد البورق. هذا اللي يعني هاي المصاطر مال البورق يقعدهم، وهاي شوي يراد لهم شغل. انا ما اعرف بهاي الشغل، بس هو يعرف، انا ما مشتغله يعني قبل، هو يعرف. انا راح اباوع عليه هو اصوره وهو يشتغل. انت متعاركين انا وياه ترى ما نحكي مع بعض، لان هو مرات يجي يعني على اساس مسوي نفسه خال كبير ويريد ياخذ حكم علي. انت ما تاخذ حكم علي، انا اليوم صرت خال بعد. ايه بعد 7 سنوات صرت خال. ايه هذا خال الولد على اساس يعني خال ولدي، لحد الان ما صار خال. يلا حبايبي فاصل وانا واصل، اروح اصلي ونرجع لكم. طبعا هنا جاي يخططون، خالو مو تضرب حسين على صور، لان خطيه حسين 7 كبخات، يعني اثر الجريمه مبينه بعدها.
لان شويه خطيه، هو مو ذكي. ها خالو مو ذكي فياكل كم خال. يعني اثر الجريمه مبينه من يد خالو. باعوا يد خالو كلها حمراء طبعا هذا باعوا. فجاي يخططون على عمود البورق مثل ما تشوفون هسه هنا، شو خططوها كلها على مود يخلي المساطر مال البورق. هاي طبعت ايدي، طبعت هنا. فمثل ما تشوفون هسه اجى الغداء. الغداء هسه راح نتغدى ان شاء الله، نرجع نكمل شلون راح نركب البورق. مثل ما قلنا لكم البورق كله شخصناه، فهسه راح نشخص الجبسن بورد ان شاء الله نشوفكم يعني بالتفصيل ان شاء الله حبايبي. واصل ولا واصل؟ طبعا هسه بدينا نجرب هذا حتى يقعد القطع مال البورق هنا نسوي هاي رسمه. نعم. نعم. ايه. غدينا تبعنا البطن، بس شنو؟ عشان في المكان نحط راسنا وننام ساعة ساعتين، نقعد العصر ندير راسنا ونروح البيت. شو تقول خالد؟ بس يشرب سجاير اسمع تفضل. واصل ولا واصل؟ واصل ولا واصل؟ طبعا هنا بلشوا بالقص. هاي الزاوية 45 مو يسموها؟ ايه على مود شنو؟ حتى من يخلون الزوايا هنا. انا هناك كنت قاعد اشتغل فنسيت والله، انتبهت عليهم جاي يشتغلون قلت خل اصورهم. هسه بدوا باعوا مثل ما تشوفون، ياخذ قياس بعدين ياخذ المنشار. ياخذها حسين، يلا توكل. بعدين حسين وين يخليها؟ يخليها هنا. عافية حسين، صفقوا له. يلا كمل نرجع لكم شيء جديد. الخال راح يبلش يركب، سوى البورق مثل ما تشوفون، وقصقص هذولا شوفوا كلها جهزها. وانا كل هاي مثل ما تشوفون حفرت بالشفرات حتى شنو؟ حتى يقعد ويثبت. هسه هذا عشان تشوفون المنظر راح يصير هنا. هو هذا نفسه خالد. هاي؟ لا اعرف شلته. يقول هسه هنا يخلي بورق يشوف. هاي تشوفون شويه تبس يلزقها ويرجع وراها تصليحات وما تصليحات. ترى شغله مو سهله يعني. هذا الجبسن بورد يمكن اسهل من هذا هسه اللي هو يسوي. اسهل من ناحيه يعني من تركيب وتنظيف وتعديل. هسه شويه يبس، هسه شويه يلا فاصل ونواصل. مثل ما تشوفون هاي ليش هي الشيء هيك؟ لان اول مره شويه البورق شويه بعده طري مو خالو؟ باللحم قال لك القطع هوايه. حتى شنو؟ اذا استنيت البورق يضرب ما لحق يركب كم قطعه ويوقف. يا بس يعني مثل ما تشوفون ركب. اول شيء ركب الاساسيات وبعدين هاي شوفوا يركب الاساسيات وبعدين يجي يركب وحده وحده. يعني اللي مثلا بيها نقص اللي بيها شيء هاي بعدين بالاخير. بس احنا ايش راح نسوي؟ فانا راح اشتغل هسه شوي راح يبس البورق، راح اقوم انظف بالاسفنجه واترس الفراغات اللي موجوده يعني. عرفت شلون؟ ففاصل وانا واصل لان ما راح اقدر اصور لكم، وحسين ملتهي وخالي ملتهي وانا وياهم، فما راح نقدر نصور. نكمل اشوفكم يا النتيجه حبايبي. طبعا خلصنا هاي الحمد لله والشكر. هاي الحائطين
ما ظلت هاي هسه راح نخلصها وراح نبدا بهذاك الحائط ان شاء الله. بس نخلص هذاك الحائط هم يخلص، لان هذا صغير شويه تعرفون خليناه اخر شيء. بس باعوا عليه جد حلوه صارت. شلونها هسه باعوا. ظلت هذا ان شاء الله هسه راح نكمله. هذا كمل كامله ان شاء الله. ظل هذا انتظرونا حبايبي، فاصل ونواصل. طبعا مثل ما قلنا وصل الجو هذا مربع كبير راح يصير جاي شفط بالقطع طالع يشتغل ناعس. صلح نصور روح. ما راح نشوفكم الطلس والصبغ لان ما احنا نشتغل، احنا عندنا كادر غير يطلع يقص ويصبغ، يعني معجن ويصبغها هو. فاذا قدرنا نجي هنا اصور لكم اياها كامله اذا هي مصبوغه. اذا ما قدرنا نجي صور ايش خذ راح يجيب لنا صور وهم بالمونتاج ان شاء الله. حبايبي فاصل ولا واصل؟ طبعا هسه جاي نقص هذول الزوايا مثل ما تشوفون. عمود وهاي طبعا قياسها زاوية 45. أربع قطع على نفس الزاوية، بس 4 قطع غير زاوية. حبايبي فاصل ولا واصل؟ تمت بحمد الله اكتمال شغلنا لليوم. هاي طولنا به يومين انا والخال، مو يوم اقل ايه يوم ونص. هاي كملناه الحمد لله والشكر. استظل بس على الصبغ والطلس، يعني مو احنا كادر خاص مال خالي يشتغل. نقول الحمد لله والشكر على كل حال. ان شاء الله اللهم ربي يرزقنا ويرزق امه محمد، وافلح من صلى على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. فان شاء الله كثر الله اعمالكم واسفاركم، ربي يحفظكم ان شاء الله. بس الشغله سوي لايك للفيديو وتابع الصفحه وفعل الجرس، واحبكم كلش وربي يحفظكم. الله وفي امان الله.